أيها الحضور الكريم، مساء الحكمة والنور، مساء يشبه لحظة التخرج، مزيج بين الحنين والانطلاق، بين البدايات والنهايات. أعرف بنفسي أولا، أنا ألماظ السباهي، تلميذة البيان منذ خطوتي الأولى في ممرات العلم. ولأن الوفاء يبدأ من الاعتراف بالجميل، اسمحوا لي أن أبدأ كلمتي بالشكر لمن كانا عنوان التوجيه والرؤية. إلى حضرة المدير العام الدكتور كريم الشعراني، الذي علمنا أن القيادة هي حكمة حضور وبعد نظر. وإلى الأستاذة رنا حمداش، التي جعلت من التربية فعل حب وكرامة. نقف اليوم لا لنغلق كتاباً، بل لنطوي فصلاً منه ونضع إشارة على الصفحة التالية. نقف لا لنودع العلم، بل لنحمله معنا وننثره حيث نحل. فالعقل الواسع كما قال طه حسين لا يكون حياً ما لم يضئ ما حوله، ونحن هنا لنضيء. في مدرسة البيان لم نتعلم الحساب والكيمياء واللغة فقط، بل تعلمنا كيف نفكر، كيف نصغي ونحترم، وكيف ننهض بعد العثرة، كيف نكتب جملة صحيحة في نص الحياة. لقد تعلمنا أن الامتحان الحقيقي ليس ما يوضع على الورق، بل ما يوضع في القلب. زميلاتي وزملائي، نقف اليوم في لحظة لا تشبه أي لحظة بين الماضي والمستقبل، حيث لا تهمنا إجابات الأمس، بل تساؤلات المستقبل. قد نكون على مفترق طرق، لكننا نحمل في داخلنا لغة واحدة، لغة الطموح. نحن خريجي سنة 2025 لا نتخرج لنكمل المسير، بل لنعيد تشكيله وتعريفه. لن نقبل بأن نكون أرقاماً في سجل الحياة، بل بزوغ فجر، قصة تروى وأثراً لا يمحى. إلى أهلنا الداعمين وحجر الأساس، كنتم الجذر ونحن الأغصان التي امتدت إلى النور. تعبكم لا يحصى وصبركم لا يكافأ، لكنه يؤتمن في قلوبنا إلى الأبد. هذا التخرج يكتب بأسمائكم قبل أن ينادى بأسمائنا، يكتب باسم بابا الذي لم يكل ولم يتعب، الرجل الأوحد الذي يتمناني أفضل منه. يكتب باسم ماما التي لم تنسني بدعائها، أو حتى بقطعة شوكولا أو كوب قهوة عفوا. إلى أساتذتي الكرام، أنتم من نسجتم في عقولنا خيوط الفكرة الأولى، وفتحتم لنا النوافذ على العالم، فصرنا نبصر المعنى خلف الأرقام والروح خلف النصوص. أنتم من علمتمونا أن للعلم أخلاقاً وللمعرفة رسالة. نهاية، باسمي وباسم زملائي لا يسعني إلا أن أخص بالشكر كل معلمة لم تكن مجرد مربية، بل كانت القلب الذي يفهم قبل أن نعلم، وكانت السند حين احتجنا إلى ما هو أكثر من الشرح. مس قمر شعبان، مس ريان حولا، مس أمل، وأكيد ناظرتنا مس كادي. واسمحوا لي أن أختم كلامي بقول جبران خليل جبران: أنتم أبناء الحياة المشتاقة إلى ذاتها، أنتم السهام الحية التي ترمى إلى المستقبل، فكونوا سهاما لا تخافوا الطيران، واصنعوا من الحلم واقعا، ومن الواقع أثرا، ومن الأثر حضارة. وإلى لقاءات أخرى في مسارح الحياة، كل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.